بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، أهلا بكم. زمان وإحنا بنتفرج على فارس السينما المصرية، البرنس اللي دايما لابس شيك وواقف وقفة الملوك، عمرنا ما كنا نتخيل إن ورا الصورة الهادية دي في قصة مليانة وجع وصراعات ودموع كتير نزلت في صمت. أحمد حافظ مظهر اتولد يوم 8 أكتوبر سنة 1917 في حي العباسية وسط القاهرة. أصوله شركسية وأهله كانوا من علية القوم. اتربى تربية ملوك، اتعلم لغات، حفظ القرآن، واتمرن على ركوب الخيل زي البشوات بالظبط. بعد الثانوية العامة جاب مجموع كبير ودخل كلية التجارة، بس ما لقاش نفسه في الحسابات والدين والمدين. قال لك أنا بحب الحيوانات، هدخل طب بيطري. دخل فعلا بس برضه ما لقاش راحته، قعد يدرس تشريح ضفادع وفئران، فقرر يغير تاني وقال أنا بحب الخيل وهدخل الكلية الحربية. وفعلا التحق سنة 34 وتخرج سنة 38، وكان من دفعة الضباط الأحرار وسط ناس زي جمال عبد الناصر وأنور السادات. بدأ خدمته العسكرية في سلاح المشاة، بس كان حاسس إنه مش في مكانه، فحول لسلاح الفروسية، وهناك برضه لقى نفسه أيام الحرب العالمية التانية. اتنقل لإسكندرية وهناك بدأ حياته تتغير من غير ما يحس. أحمد مظهر كان بيروح على قهوة الفيشاوي في الحسين، وهناك اتعرف على نجيب محفوظ وثروت أباظة ومحمود عفيفي والدكتور يحيى الرخاوي، والجو ده خلى الفن يهمس له من بعيد. وبعد سنة 1948 شافه زكي طليمات وعرض عليه دور في مسرحية وقال له تعال جرب. ومن هنا بدأت رحلة مظهر الفنية. لكن فجأة قامت حرب فلسطين وكان ضابط لازم يشارك، نزل الحرب وشارك بشجاعة، وكان هيتصاب لكنه نجا بأعجوبة. وبعد الهزيمة واصل طريقه الفني وشارك في فيلم رد قلبي اللي كسر الدنيا وقتها. بس لما طلب تصريح رسمي عشان يمثل رفضه، فالراجل قال لك شكرا سلام، وقدم استقالته من الجيش علشان يتفرغ للتمثيل. وفعلا قدم مجموعة من أعظم أفلام السينما المصرية، أشهرها الناظر صلاح الدين اللي بيعتبر من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما. بتيجي سنة 1970 وتتكسر حياته نصين. أحمد مظهر كان متجوز ست اسمها هداية ومخلف منها 4 أبناء، نيفين وجيهان وريهام وشهاب. وكان عنده سلاح في بيته بحكم شغله كظابط. مرة شهاب ابنه كان بيلعب بالسلاح وخرجت طلقة منه بالغلط، جت في دماغ صديق لشهاب ومات بساعتها، صدمة العمر. ومن ساعتها العلاقة بينه وبين مراته اتوترت جدا، واتهمها بالإهمال وهي اتهمته انه مش واخد باله من بيته، والخلافات كبرت جدا واتطلقوا. فضل أحمد مظهر عايش لوحده في فيلته بالهرم لحد ما جت سنة 1972 وكان بيصور فيلم مع سعاد حسني. سعاد طلبت إن اسمها يتكتب قبله على الأفيش وهو رفض تماما، وفضل ثابت على موقفه، وسعاد كمان ما تنزلتش. كل طاقم العمل كان واقف مع سعاد، وأحمد اتضايق جدا وقرر يعتزل التمثيل وفتح ورشة للميكانيكا بفيلته، وفضل يصلح عربيات ويرجع لهدوءه مرة تانية. بس بعد فترة سعاد لمت شوية فنانين وراحوا له وطيبوا خاطره ورجع يمثل مرة تانية وشاركها أفلام زي شفيقة متولي، ورجع للفن. بس الدنيا ما بترحمش.
الدولة كانت بتخطط تعمل مشروع محور 26 يوليو، وللأسف خط الطريق كان هيعدي من نص جنينة فيلته، واللي كان بقاله أكتر من 30 سنة بيجمع فيها نباتات نادرة من كل مكان في العالم كان بيسافر إليه. ولما عرف إنهم هيشيلوا الجنينة اتقهر وطلع مع مفيد فوزي في برنامج، وكان بيعيط بيقول الجنينة دي حياتي. حتى الرئيس مبارك تأثر وبعت له حسب الله الكفراوي يحاول يقنعه ياخد تعويض أو ينقلوا النباتات، لكنه رفض كل الحلول، قال لهم ولا شجرة تتشال. لكن المشروع كان لازم يتم، فدخلوا الجرافات وقطعوا الجنينة واتعمل الطريق. ودي كانت من أكتر الحاجات اللي أثرت في نفسية أحمد مظهر، خصوصا بعد وفاة حصانه ضيف الله اللي كان متعلق بيه جدا. نرجع بقى لمريم فخر الدين اللي قالت في برنامج ساعة صفوة مع صفاء أبو السعود إن أحمد مظهر كان في أيامه الأخيرة ولاده عاملين عليه إقامة جبرية، وكانوا حابسينه في البدرون ومنعين عنه الزيارات، حتى الأكل كانوا بيحددوه. لما هي ونادية لطفي وراحوا يزوروه اتعاملوا معاهم بمنتهى القسوة ومرضيوش يدخلوهم، ولما دخلوا بالعافية لقوه في حالة يرثى لها، بيقول لهم نفسي في سندوتش شاورما. ونادية لطفي حاولت تبعت حد يخدمه لكن طردوه، وقالت مريم ان السبب هو الطمع، لان عنده 30 فدان، الفدان ب1,000,000 جنيه وكانوا عايزين يتصرفوا فيه. ابنه شهاب طلع وقال ان الكلام ده مش حقيقي، وان والده كان كبير في السن وكان بيتكعبل وهو ماشي، عشان كده منعوا عنه الناس ومنعوا عنه الخروج خوفا عليه. الموضوع فضل فيه كلام كتير من الطرفين ومحدش يعرف الحقيقة فين. قبل وفاته كان بيكتب مذكرات وكتب منها جزء كبير، بس القدر ما ادالوش الفرصة يكملها. في 8 مايو سنة 2002 أحمد مظهر توفي بعد صراع مع التهاب رئوي وغيبوبة دماغية، قعد في مستشفى الصفا 3 أسابيع بعدها توفى. اتعملت ليه جنازة شعبية مهيبة حضرها مندوب عن الرئيس مبارك، واتدفن في مقابر باب الوزير جنب قلعة صلاح الدين. وراح فارس السينما اللي ما كانش مجرد ممثل، لكن راجل صاحب مبادئ وكرامة وتاريخ طويل مليان كفاح ووجع وشموخ. رحم الله أحمد مظهر، وسلام على روحه الطيبة. أحبائي، كان معكم طارق السلموني الناقد الفني، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. تحياتي.